عبد الناصر زيدان يكتب: تعديلات قانون الرياضة ومحاكمة المتورطين. طول الوقت دولتنا بتكون فخورة بكل حد ناجح، وعشان كده كنت واثق بأن الكابتن محمود الخطيب موجود ومكمل معانا. وعندما خضنا معركة التوعية والتنوير ضد شائعات عدم استقرار الأهلي والتآمر على الخطيب، قلت لكم راهنوا معايا على الوقت، وعند المربع الأخير تذكروا كلامي جيدا بأنه لابد من محاسبة كل من شارك في الحملة القذرة التي بثت سمومها فيكم طوال الشهور الماضية دون أي واعظ من ضمير، ولا بد من تأديب كل من حاول أن يصنع مجد لنفسه على حساب الناس وأحدث الفتن والوقيعة بين الناس. واليوم وبعد انفرادي معكم بأن بند 8 سنوات سيتم إقراره في الفصل التشريعي الحالي داخل مجلس النواب ولن يكون بأثر رجعي، مما يعني أحقية الخطيب ومعه ما يقرب من 25 رئيس نادي في الترشيح في انتخابات أندية قادمة إذا رغبوا في ذلك دون إقصاء. أعلن معكم انتصار حملتنا التصدي للشائعات وضرب الأفاقين في منتصف الجبهة وتعريتهم أمام الرأي العام، وأرجو من الأهلي والكابتن محمود الخطيب أن يستمر في مطالبه بضرورة استكمال النقاش تحت قبة البرلمان فيما يخص كل تعديلات قانون الرياضة، حتى لا يقال أن بيانات الأهلي كان الغرض منها قصة بند 8 سنوات، وحتى يعرف الأهلوية ومعاهم الرأي العام إن بلدهم فيها رئيس شريف وقوي وأمين، ومصر معاه في الجمهورية الجديدة تعمل لصالح أمة بأثرها وليست ولن تكون ضد نادي أو أفراد. وكل من حاول وشارك ومول حملات تقزيم دور الدولة في تعديل قانون الرياضة وصنع معارك وهمية من وحي خياله ضد الدولة ومؤسساتها لابد أن تحاسبه الدولة ودون هوادة، وعلى أجهزة الدولة أن تساهم معنا في كشف أسماء كل المتورطين في مثل هذه الأفعال المريبة والتي طغت فيها ومن خلالها مصالح هؤلاء ومنافعهم الشخصية على صالح البلاد والعباد والرياضة والأندية المصرية. إنني أعلم جيدا بأن هناك مستندات وتسجيلات لجلسات تمت مع أفراد، ومعها وبعدها تم توزيع سكريبتات من خلال عناصر تعمل داخل أندية بعينها للترويج كذبا من خلال أخبار كاذبة وشائعات الغرض منها استباق الأحداث والعمل على خلق مناخ قارة للوطن ومؤسساته، مستغلين من صنعوا ذلك حب البعض لأنديتهم واللعب على وتيرة عشق الجماهير لأسماء بعينها مثل الكابتن محمود الخطيب. وأطالب بعد ظهور التعديلات للنور الأجهزة المعنية باستدعائي والتحقيق معي فيما أقوله، وسأقدم لهم وقتها كل ما لدي من معلومات ومستندات. لقد انتصرت إرادتنا سويا، وسيعلم الجميع خلال الساعات القادمة كيف تمت الدراسة الخاصة بالتعديلات وكيف بذلت الحكومة جهدا يستحق الثناء مع كل تعديل سيظهر للنور من أجل صالح الرياضة المصرية وتنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي كلف بها الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بعد أولمبياد باريس. وأهيب بوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي بعمل مؤثر صحفي عالمي يتحدث فيه كل تفاصيل هذه التعديلات والتي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، وأتوقع أن تحمل معها مفاجآت سارة للمصريين مع تحرير الرياضة من القيود، وكيف كان العمل والتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والدولية في أدق التفاصيل. وعندها سيعلم المصريين كيف يكون دور وعمل المؤسسات، وكيف انتصرت الدولة على خفافيش وطيور الظلام وصبرت على أقاويل وحكايات ما أنزل الله بها من سلطان. وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.